ده نهار فرح وأول مرة حسس بالعمل. طب صباح الخير يا عم الحاج. صباح الفل. اتشرف باسم حضرتك. صبري محمد عبد الله الصعيد. المهنة؟ دفاع. اهلا بيك يا عم صبري. الاسم ده دايما يزعج الناس يا عم صبري، يعني دايما اسم دفان ده بيزعج الناس وبيفكرهم بحاجات هم مش بيحبوها يعني. بيزعج اللي هو مش مؤمن. اللي هو مش مؤمن بينزعج. ايوه. ولذلك في ناس يخافوا عليا. خالد وفي ناس يطبطبوا عليا ويدوني فلوس. تمام. وفي خاف الناس تشوفني تلف من تاني شارع. من الشارع التاني. زي زمان بقى لما كان يقول لك ده ترابي وبتاع، ده الدفان، ده وحدوه، الحاجات الغريبه. عم صبري بقالك كام سنه شغال في المهنه دي؟ 25. 25 سنه. ورثتها عن حد يعني ولا ايه؟ كان خالي قبل كده، انما انا مداخلها بالاختيار مش بالوراثه. في ال 25 سنه عم صبري عمل كدفان، تتذكر بقى يعني جثث كتير جدا وموتى كتير جدا دفنتهم. ايوه. آلاف مؤلفة من البشر. ايوه. ممكن تقول لنا أغرب حاجة شفتها يا عم صبري إيه؟ أغرب حاجة؟ كنا قاعدين بنقروا ياسين. أيوه. وكنا في مادة عشاء. أيوه. عند جمال العكية. فأنا طلعت قبل ما أطلع من الباب، قالوا لي ده فلان مات، أسامة خاطر مات. وأسامة خاطر ده كنا بناكله سوا. أيوه. دي أغرب حاجة عندي. دي أغرب حاجة بالنسبة للمواقف اللي حصلت سريعا قدام. أيوه. لا أنا عايزك تكلمني عن أنت بتدخل مكان ما حدش بيدخله غيرك، من داخل التربة من جوه. لا داخل التربة دي أسرار. دي أسرار. أيوه. لكن مفيش أي حاجات عامة ممكن تقول لنا عليها يعني؟ لا 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 لا، ما نهضش لا أقول لا حلو ولا وحش. دي أسرار. لكن ما شفتش أي حاجة غريبة خارجة عن دي أسرار يعني. ما تودينيش وتجيبني. دي أسرار. تمام. داخل التربة دي أسرار. دي أسرار. أسرار لكل متوفي. يجب الحفاظ عليها وما نبقاش. واجب الاحتفاظ، عشان أنا لو قلت أدبي وقلت دي ولا دي ولا دي ولا واحدة جت عملت ولا واحدة جت خلت، لأن احنا تربتنا مش غير المحتاجة خفت دلوقتي. أيوة. كنت تلاقي يوم الخميس ده ملايين والوفات. ناس جاية تزور. دلوقتي يعني خفت. كنا زمان بنشوف المقرئ على التربة يوم الخميس يقرا بقى. كان يجي يقرا وكانوا بيجيبوا رحمة وحاجات يعني تتكلف. دلوقتي اتمنعت، ما بيجوش بحاجات منه. كنا زمان يا عم صبري بنسمع ان لما المتوفي يموت يجيبوا كل المعدات بتاعتهم وبيتوا جنب المتوفي اسبوع وشهر وحاجات وشهر. ده زمن قبل احنا ما شفناه. انت حضرتك ما شفتوش ما عاصرتوش؟ لا ما عاصرتوش، بس في مدافن هنا عندنا كانت مستعديه لكده، لحد كانت دورة الميه فيه. طيب يعني انت تقول ايه للناس يا عم صبري، تنصحهم تقول لهم؟ اقول لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه. واللي عايز يقرا لواحده ولا الواحد يقرا له وهو قاعد في بيته، ومروحه الجبانه من غير لازمه ما ينفعش. ما ينفعش. طب بيقولوا احيانا بيظهر مثلا اشباح بالليل، اصوات، الكلام ده صحيح ولا مش صحيح؟ والله انت لو سبت بيتك مدفوع جمعه ولا شهر وفي حته مهجوره هتلاقي فيه الحشرات وهتلاقي فيه الاصوات وهتلاقي فيه جميع كل حاجه. لو سبت بيتك مهجور، مش حال دي ملهاش باب ومهجوره كلها، لحد الكلاب لا مؤاخذه بيولدوا فيه، بيولدوا ويستولدوا. هل في تقصير من مجلس المدينه بخصوص الاضاءه، بخصوص والله انت يلزمك اي حاجه؟ والله ما فيش تقصير من مجلس المدينه. لان مجلس المدينه يشكر. انا كل ما اقول له على حاجه بيجي يعملها. ايوه. في الانواع. وبعدين في بعد الصيع ما بيحبوش النور. لا طبعا. وفي بعد ده وفي مكان بيجيني ناس عامله مكان لله كمان غير مجلس المدينه. انا اشكر مجلس المدينه.
ايوه. لان ما فيش غلط من يمه. حضرتك معين، انت متعين في مجلس المدينه، موظف يعني؟ انا موظف ما باخدش فلوس. ايوه. انا معين ما باخدش فلوس، يعني مجلس المدينه ملهوش سلطان عليا. تمام. اللي هو مثلا بيقول لي احرس دي فهحرسها. اذا جاني واحد من مجلس بنى في ارض مجلس المدينه اروح ابلغ. تبلغ وخلاص. اي. لكن ما بيديكش مرتب يا عم صبري؟ لا ما فيش مرتب مني. امال انت بتاخد ايه يعني؟ انت عايش المرتب بيجي واحد فقير يندفن ببلاش مثلا، وواحد ب50 وواحد ب200 حسب صدقه. ده من اهل المتوفي انت بتاخده؟ من اهل المتوفي؟ اي. بقول له صدقه. حضرتك عارف كل التراب وعارف اصحابها وعارف رغم كثرتها؟ لا. لا، علشان ده عدد مهول. عدد مهول. ايوه. طب لما واحد في التربه بيبقى فيها شركاء بالعشره. لو جالك متوفي وانت ما تعرفش مكان التربه بتاعته تتصرف ازاي؟ والله اذا اهله بستدعاهم يوروني. اما يجوش يوروني عندي تراب صدقه موجوده هنا. الله. بدل الواحده 100. الصدقه دي ناس متبرعه بيها يا عم صبري؟ متبرعه بيها. ولا تبع مجلس المدينه؟ لا متبرعه بيها، ما فيش تبع مجلس المدينه ملوش ولا سنت هنا. علشان سنت جوه الجبانه تبع المجلس المدينه ملوش الا الشوارع. الشوارع فقط اللي تبع المجلس المدينه؟ ايوه. الشوارع فقط، ملهوش تراب خالص مجلس المدينه. وانت ماشي بالليل كده ما سمعتش اصوات داخل تربه؟ سمعت خبط، سمعت رزع، سمعت حاجه غريبه؟ والله احكي لنا عم صبري، انت اغرب الحاجات اللي بسمع. بتسمع؟ بسمع. انت داخل حاجه مهجوره. بسمع كلاب وبسمع مجوجات وبسمع. لا الاصوات العاديه المعتاده دي كلنا بنسمعها. انا اقصد يعني بالليل بتدفن واحد بالليل ومشيت من شارع لوحدك كده وبتاع، بقول يا رب داخل التربه. بقول يا رب شفتش حاجه يعني لا. داخل التربه؟ انت لو خفت، انا لو خفت زي انت ما تخش مكتبك. اذا كنت بتخش مكتبك بتخاف منه، انا اخش عمل ده اخاف منه. عم صبري احنا الساعه 3 بالليل او 4 بالليل حضرتك تخش الساعه 3 بالليل داخل التربه لوحدي والفجر لوحدي وفي الضلمه ومعايا بيبقى معايا واحد ماسك كشاف محمول، كشاف عادي، حاجه عاديه خالص. ايوه. وممكن تبقى الدنيا ضلمه مفيش كشاف. ايوه ضلمه. وتدخل التربه. ايوه. وفي تراب تحت الارض ببقى فحط لها. يعني هل في شروط عم صبري عشان شروط معينه عشان يبقى الدفن شرعي؟ يعني بتعمل ايه في المتوفى وانت داخل؟ الدفن شرعي احنا ما بنشوفهاش انت بسم الله وعلى مله رسول الله على شقته اليمين. تمام. بتنيم المتوفي على جنبه اليمين. على قلب جنبه اليمين. تمام. وشه للقبله، رجلاه شرق، دماغه غرب، الوش للقبله، الظهر بحري. تمام. الرجلان شرق ناحيه الشرق، الدماغ غرب ناحيه الغرب. مين اللي علمك الحاجات دي يا عم صبري؟ والله دي بقول لك خالي كان مسنيه وانا كنت بممارسها. ما فيش مره حد جالك من الازهر الشريف يعلمك كيفيه الدفن الشرعي؟ الازهر الشريف يسالك يعني انت بتدفن ازاي؟ الازهر الشريف فيهم يعني مش كل اللي بيجوا هنا. في من الازهر الشريف ما بيعرفش حاجه عن الدفن. عن الدفن انت تعرف احسن منه. بس الحاجات دي عم صبري بيدرسوها في الازهر الشريف، يعني هم بيدرسوها وكل حاجه، بس انا دارسها عمل. تمام. انما غير انت كل يوم بتعملها؟ بعملها. او ممكن يكون درسها مره ونساها. غيري بيدرسها بالكتب. تمام. يجي ينفذها بيخاف. هل وزاره الاوقاف لها اي سلطان عليك يا عم صبري؟ يعني بتشرف عليك في اي حاجه؟ وزاره الاوقاف الجماعه الائمه والخطباء يعني. كل واحد مخلوق له سلطان عليه، بس بالعدل. بالعدل. ما في كل ابن ادم خطاء. انت حافظ قران يا عم صبري؟ بسيط من الايات الصغيره. تحط الميت وتقول بسم الله وعلى ملة رسول الله.
بسم الله وعلى ملة رسول الله. الاتجاه مفيش ده مره بكيت على حد انت بتدفنه؟ ياما بكيت. بكيت ايه اللي ياما. خلاك تبكي يا عم صبري؟ بكيت ليه؟ بكيت على كانت واحدة يعني ضعيفة الحق، وكانت تيجي تعيط على عيالها وأوضب لها التربة واللي فيه ما عرفت ايه وكل حاجة. فلما جت هي بكيت. لما هي جت بقى عشان حضرتك تدفنها انت بكيت عليها؟ بكيت. بس مش بكى يعني الدموع بس، يعني مش يعني القلب يحزن يعني. القلب حزن بس. ايوه. ما حدش حكى لك ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيدفن الصحابه ازاي؟ حدش حكى؟ لا ما حصل. يا ترى التراب بتاعتنا دي شرعيه يا عم صبري؟ مفيش شرع هنا. امال في ايه؟ الشرع في السعوديه. طب الشرع ازاي يا عم صبري؟ الشرعي افحط في الرمل وحط. هنا لو فحط تجيب ميه. تجيب ميه صح. عشان كده احنا بندفنه على وش الارض. على وش الارض بس بحطه على رمل. لازم احوط دماغه ده. ايوه. دماغه ده اعمل له مخده علشان لو بتعمل له مخده بايه يا عم صبري؟ لو سبته كده هتلوي. بتعمل له مخده بايه؟ بالرمل. بالرمل. مش طوبه ولا حاجه؟ لا دايما يقول لك يا اللهم بشبش الطوبه اللي تحت راسه، يعني معناه ايه الكلام ده؟ الجثه الكبيره بيبقى فيه مسافه عاليه. تمام صحيح. ما يجيبهاش الرمل يهين. بتعلي بايه؟ بقلب طوبه فوقه رمل. فوقه رمل. ولو حكمت قلباي للجثه اللي هي اما يجي كتفيه ايوه عالي كده دي ينجبها. انما في بني ادم بيجي كتفه هو والارض بيبقى مستوي. مفيش حاجه بسيطه كده، شويه رمل كده بس. ايوه. انما الشرعي في السعوديه وفي ايدكم بيدفنوا تحت الارض في الرمل. في الرمل مش تحت. كان في لقاء مع اهل الاخوه اللي زي حضرتك كده زميلك، يعني قال مره بدفن حد فبيفتح التربه لقى تعبان. لو حضرتك عملت كده وشفت المنظر ده بيكون التصرف ازاي؟ والله ده تصرف رباني. واحد بلقى تعبان، لا ده انا هخش وهعملها. هتخش يا عم صبري والتعبان موجود في التربه؟ موجود. طب ما هو ممكن يأذيك. لا ما يأذينيش، انا قلت لك لو ما يأذينيش. ايوه انا قلت لك انا مش خايف. انت مش ولو خايف حتى لو داخل التربه تعبان. انا بخش التربه واطلع منها البوص، ولو فيها تعبان مش حاجه باذن واحد ملوش تاني انا ما شفتها. عشان اقول لك انا اتصرف ازاي، انا ما شفتش تعبان. سمعنا برضو ان بعض السيدات الحوامل دخلت التربه وكانت متوفيه ووضعت اثناء وفاتها. ما قابلكش حاجه زي كده يا عم؟ لا مفيش الكلام ده خالص. لا التربه بيتقطع منها الاكسجين لو دخلتها حي. ايوه حي في ظرف 5 دقايق تكون مت. يا الله. زي ما تكون بتغرق في الميه لان هي بتتقفل من جميع الاكسجين. انت بتدفن كل الناس يا عم صبري، تدخلهم التربه وتقفل عليهم. وصيت مين بقى لما انت بعد عمر طويل يعني هو اللي يدفنك؟ وعيال اختي. عيال اختك هم اللي يدفنوك؟ في سد خميس. يجوا مخصوص عشان يدفنوك هنا؟ ايوه. التربه هنا فوق. ايوه. ربنا يديك الصحه والعافيه ويطول لنا في عمرك. راجل محترم يا عم صبري. اشكرك واحييك. عايز تقول اي حاجه تانية تنصح الناس بيها؟ انا اقول العمر واحد والرب واحد والموت واحد وتعددت الاسباب. تعددت الاسباب والموت واحد. والموت واحد والعمر واحد وتعددت الاسباب. شكرا يا عم صبري، لقاء جميل جدا، بحييك وبقدرك جدا. الف شكر. مع سلامة الله. مع السلامه.